المكان الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا أوريجون، والزمان 2016، والجريمة جريمة اختفاء نهايتها غير متوقعة بالمرة. أنا مرمر المصري ودي قناة خان المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ أحداث حكاية النهاردة هتاخدنا وتروح بينا على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا لأوريجون. يوم 23/7/2016 كانت كايلي سوير صاحبة ال23 سنة في حفلة توديع عزوبية مع بعض أصدقائها. كانوا موجودين في مكان وعمالين يرقصوا ويشربوا. لما حست إنها في حالة سكر هتكلم صديقها واللي اسمه كاميرون، واللي عايشة معاه بقالها سنتين في بيت موجود قريب من الحرم الجامعي. هتكلم كاميرون وتقول له ييجي ياخدها. وفعلًا كاميرون هييجي لها على الساعة 12:14 دقيقة. هياخدها وهُم راجعين هيتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة جدًا، وهيفضلوا يشدوا مع بعض طول الطريق. لمّا هيوصلوا عند البيت هينزل كاميرون وهيلاقيها مش راضية تنزل من العربية. هتقول له إنها عايزة تقعد جوه العربية شوية لحد ما تهدى. كاميرون هيسيبها كام دقيقة ويطلع فوق شوية وهينزل علشان يجيبها. لكن لمّا هينزل علشان يجيبها هيتفاجئ إنها مش موجودة جوّه العربية، وإن العربية مفتوحة والمفاتيح جواها. المنطقة أمان اللي هُم موجودين فيها، وخاصةً إنها جنب الحرم الجامعي أو وراه، حاجة من هذا القبيل يعني. إلا إنه برضه حاجة غريبة إنها تسيب العربية مفتوحة والمفاتيح جواها. هيبعت لها رسالة ويسألها هي فين. هترد عليه تقريبا بعد 3 دقايق، تقوله إنها هتروح لواحدة صاحبتها ساكنة قريب منهم يعني، وهتقوله إنها بتعتذر إنها ما كانتش الشخص اللي أو يعني كانت بتتصرف بطريقة مش المفروض تتعامل بيها معاه أو حاجة من هذا القبيل. المهم يعني بتبين إنها كانت الشخص الأسوأ. المهم إن هو هينزل يركب العربية ويروح على الطريق. هو مش فاكر بالضبط بيت صاحبتها، لكن هيروح على الطريق اللي المفروض إن هي تمشي فيه، وده علشان يا إما يرجعها البيت أو يوصّلها لصاحبتها وما يسيبهاش في نُص الليل. هُم دلوقتي بعد الساعة 00:00، قولوا مثلًا الساعة 00:30 واحدة إلا، فمش هيسيبها تمشي بالليل في وقت متأخر زي ده على رجليها. راح ورجع أكتر من مرّة بيدوّر عليها لكنه مش لاقيها. هيحاول يتصل بيها، المهم إنها ما بتردش. قال يمكن وصلت ونامت. هيرجع هو كمان على البيت، ولمّا هيوصل البيت هينام. تاني يوم الصبح وعلى الساعة 09:00 هيبدأ إنه يتصل بيها، علشان يتفاجئ إن الموبايل بتاع كايلي مقفول، وكمان ما ظهرتش على أي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي خالص، وده على عكس عادتها. هيكلم صديقتها اللي المفروض إنها هتبات عندها، واللي هتبلّغه إنها ما شافتهاش وما جاتلهاش أصلًا. هيكلم والدها على اعتبار إنها ممكن تكون راحت باتت عند أهلها أو حاجة، لكن والدها هيقول له إن هو ما شافهاش وما اتكلمتش معاه النهارده خالص. وهيرجع والدها اللي كان برّه البيت يتصل بوالدتها، واللي برضه ما تعرفش عنها أي حاجة خالص. طبعًا كلّهم هيقلقوا، وبشكل محموم جدًا كلّهم هيبدأوا يتصلوا بأصحابها والمعارف ويتأكدوا إن أي حد شافها أو اتكلمت معاه. لكن للأسف الشديد ما حدش يعرف خالص كايلي راحت فين. ولذلك على الساعة 5 مساء هيبدأ كاميرون إن هو يكلم الطوارئ. لما اتصل بال911 هو ما كانش عارف هل المفروض إنه يتصل بالطوارئ ولا يعمل إيه. فلما هيكلمهم هيقول لهم أنا مش عارف إذا كنت بعمل الحاجة الصح ولا لأ، أو بتكلم على الرقم اللي المفروض أكلمه ولا لأ، لكن اللي حصل واحد اتنين تلاتة. وهيقول لهم كل اللي حصل بالتفصيل، وكمان هيذكر لهم إن هو اتخانق معاها وهم راجعين في العربية، وعلشان كده هي نزلت ومشيت لوحدها في وقت متأخر زي ده. المهم إنه موظفة الطوارئ لما تسمع كده هتبدأ تسأله هل هي بتعاني من أي مرض عقلي، من أي مرض من أي نوع، هل في أي حاجة بتمثل خطر على حياتها صحية أو عقلية يعني. فهيقول لها لأ. لكن والدتها لمّا هتتصل بال911 كانت قلقانة ونفسها تطمن على بنتها، وقلبها حاسس إن بنتها حصل لها حاجة. فقررت إنها تضحك عليهم. كايلي أصلًا جات لها مرّة واحدة بس في حياتها نوبة صرع، ما نعرفش إيه السبب لكن جات لها مرّة واحدة. مامتها هتبدأ تقول لهم إن بنتها بتعاني من نوبات صرع، وإن هي خايفة يكون جات لها النوبة وحصل لها أي حاجة، وده علشان تخلّيهم يتحركوا قبل 24 ساعة. كانوا قايلين لهم إن المفروض يستنوا 24 ساعة وبعد كده يبدأوا البحث، أو يعني يعتبروها مفقودة.
لكن الأم لمّا عملت كده خلّتهم يتحركوا أسرع شوية. دلوقتي ما فيش أي قيود خالص، تقول لهم كايلي فين أو راحت فين أو أي حاجة، ولا حتى هي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولا كلمت أي حد. وهنا الشرطة هترجع للكاميرات بتاعة المكان اللي كانت سهرانة فيه في اليوم اللي قبله، وكمان طبعًا في حالة زي دي إنه كان في مشاجرة ما بينها وما بين صديقها وبعد كده تختفي، فده red flag على إنه المشتبه بيه الأول في اختفائها هيكون الصديق واللي هو كاميرون، لكن كاميرون هيأكد لهم إن هو ما عملش فيها أي حاجة خالص، وإن الرواية اللي بيحكيها هي الرواية الصحيحة. وهنا هيطلبوا منه إن هو يخضع لجهاز كشف الكذب، وفعلًا هيعمل الاختبار وهيطلع منه ما فيش أي حاجة خالص. مع الوقت الشرطة هتقتنع إن كاميرون ما لهوش أي مصلحة في اختفائها، وإن هو مش بيكدب عليهم. على الجانب الآخر ما عندهمش زي ما قُلنا أي خيوط، فلمّا رجعوا للكاميرات بتاعة المكان وشافوها، شافوا إنها اتكلمت مع شخص غريب. هيجيبوا الشخص ده ويتكلموا معاه، وهيقول لهم إن هو اتكلم معاها، لكن هُم كلمتين اللي اتكلموهم مع بعض جوّه المكان، وبعد كده ما شافهاش تاني خالص، وهيتأكدوا من ده يعني من خلال الكاميرات. على الجانب الآخر أصحابها اللي كانوا معاها في المكان هيستجوبوهم، ما حدش فيهم يعرف عنها أي حاجة خالص من بعد ما مشيت مع كاميرون، وهُم ما لاحظوش في الكاميرات أي حاجة غريبة خالص. وبالتالي زي ما قُلت لكم ما فيش أي خيوط تدلّهم على الطريق اللي المفروض يمشوا فيه. كانوا بيقولوا إنها ممكن تظهر قريب جدًا، وإنها كانت متضايقة من كاميرون مثلًا، فحبِّت إنها تختفي شوية. لكن كل ده هيتغيّر لمّا هتروح لهم شخصية تكشف لهم عن جانب مظلم جدًا من الحكاية. خلّيني أقول لكم إن كايلي زي ما قُلنا في سنة 2016 كان عندها 23 سَنة. كايلي جاية من عيلة كبيرة، والمقصود بعيلة كبيرة هنا عدد الأفراد، وده لإن والدها ووالدتها انفصلوا وهي في سِن صغير جدًا، ولذلك كل واحد فيهم هيلاقي شريك تاني، وبالتالي هيبقى عندها 4 إخوات غيرها، وكده مجموع الإخوات هيبقى 5 إخوات. هي الكبيرة ما بينهم، كانت بتحبهم كلّهم ومُقرّبة منّهم كلّهم. وكانت الدلوعة بتاعة باباها. الأسرة كلّها كانت علاقتها ببعض كويسة جدًا. لمّا هتكبر شوية وتبدأ إنها ترتبط، هترتبط بكاميرون دي هوفر، واللي هتعيش معاه وبقى لها عايشة معاه سنتين كاملين، في البيت اللي إحنا قُلنا إن هو قريب من الحرم الجامعي. المنطقة كانت أمان جدًا. في الوقت ده هي كانت بتدرس في الجامعة، وفي نفس الوقت بتشتغل مساعد طبيب أسنان. هي كانت بتدرس طِب الأسنان في جامعة أوريجون، وفي نفس الوقت كمان بتشتغل مساعد طبيب أسنان. وحياتها كانت ماشية كويسة جدًا، عندها مجموعة كبيرة من الأصدقاء، وحياتها مع كاميرون كانت كويسة جدًا، وأهلها نفسهم كانوا شايفين إن علاقتها بكاميرون علاقة كويسة جدًا وليها مستقبل، وخاصةً إنه كاميرون هم كانوا شايفين إن هو شخص كويس جدًا، ولمّا اختفت ما حدش فيهم كان شاكك فيه أبدًا. الجانب المظلم بقى من الحكاية هيبدأ لمّا ضابط مبتدئة اسمها إيزابيلا لارا. إيزابيلا دي هتروح للشرطة. الكلام ده تاني يوم، يعني هيكون عدّى يوم وده تاني يوم على اختفاء كايلي. هتروح وهتقول لهم إن جوزها واللي اسمه إدوين لارا واللي بيشتغل في الحرس الجامعي قال لها حكاية مرعبة جدًا. هو كان في الشيفت بتاعه، بعد كده رجع من الشيفت، راحوا الكنيسة، بدأوا بعد كده إن هم يشتروا بيتزا، راحوا البيت اتفرّجوا على فيلم، الكلام ده في الليلة اللي قبلها يعني. راحوا اتفرّجوا على فيلم على النتفليكس، بعد كده قرّر إن هو يعزمها على السينما، خدها ونزلوا راحوا السينما ورجعوا. ما كانش في أي حاجة غريبة في الروتين بتاعهم ولا في جوزها ولا أي حاجة خالص، إلا حاجة واحدة بس لفتت انتباهها شوية، وهي إنه على مدار السنين عمره في حياته ما بيفتح الشبابيك بتاعة العربية على الآخر، بيفتحهم حتة صغيرة. في المرة دي كان مصر إن هو يسيب الشبابيك مفتوحة وما يقفلش ولا شباك خالص. ولما سألته عن السبب وإن دي حاجة غريبة يعني، فرد عليها وقال لها إن هو عايز الجو حر يعني، وهو عايز الهوا يدخل العربية. طبعًا حكاية زي دي مش هتلفت انتباهها ولا هتحسسها إن في أي حاجة خالص. روّحوا، ناموا، وصحيوا الصبح، تصحى تلاقيه مذعور وخايف وقلقان ومتضايق. لمّا تبدأ تتكلم معاه يقول لها إن هو مخبي عليها حاجة، وهي إنه امبارح
وهو راكب العربية بتاعة الشغل. العربية بتاعة الحرس الجامعي كانت العربية اللي كانت معاه كانت شبه عربية الشرطة جدًا، ولبسه نفسه كان شبه اللبس بتاع الشرطة. المهم يعني إن هو وهو راجع كان راجع مستعجل، وكان عايز ييجي بسرعة يعني يروّح البيت بسرعة، وهو بيلِف أو حاجة زي كده خبط واحدة، ولمّا خبطها نزل وكان مذعور وخايف جدًا، حَس إنها ممكن تكون ماتت، فأخد البنت دي اللي هو خبطها بالعربية وأخفى الجثمان. وهنا كان أمر غريب جدًا بالنسبة لإيزابيلا، وما تنسوش إنها أصلًا ضابط شرطة. هو إيه اللي واحد يعمل حادثة بالغلط فيخفي الجثمان كإنه قاتل قتيل؟ حاجة مش منطقية. لكنها على بال ما بدأت تستوعب اللي هو قاله، كان هو سرق المسدس بتاع الشغل بتاعها، العُهدة بتاعتها يعني، وأخد العربية وطار. وهي كانت خايفة لإنه كان حزين وزعلان جدًا، فكانت خايفة إن هو يكون هيروح يعمل في نفسه أي حاجة. ولذلك هتروح لقسم الشرطة وهتبدأ تحكي لهم الحكاية دي. طبعًا المكان اللي هو قال عليه ما فيهوش أي حد مختفي إلا كايلي سوير، ولذلك الشرطة هتبدأ إنها تدوّر على إدوين. ومن هنا بقى هيكون إدوين بدأ المرحلة التانية من العته اللي هو بيعمله، وهتفهموا أنا باقول عته ليه. دلوقتي الشرطة بقت عارفة إنه في قاتل محتمل، وإن هم دلوقتي ممكن ما يكونوش بيدوّروا على كايلي سوير، وإنما بيدوّروا على جثة كايلي سوير. لمّا هيبدأوا يتكلّموا كده هيلاقوا حاجتين: الأولى لمّا هم يتكلّموا مع إيزابيلا هيسألوها هل هو بيعاني من أي مشكلة عقلية مثلًا، هل هو صحته النفسية تمام، هل هو كان عنيف معاكِ، هل هو كان ممكن يضرب، بيعاني من نوبات غضب. فهتقول لهم لأ، هو ما فيش أي حاجة من الحاجات دي خالص، وهو كان زوج كويس جدًا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن أذكرها إنه في يوم من الأيام هو كان بيروح يزور عيلته يعني، ف اتعرّف على واحدة وبدأ إن هو يواعد واحدة تانية، وهي لمّا عرفت سابته وبعدت عنه. فضل يتوسل لها ويعتذر لها وكده لحد ما رجعوا لبعض تاني. أمّا لمّا سألوها هل هو مثلًا بيشرب كحول، مدمن على الكحول، أي شيء من هذا القبيل، فهتقول لهم إن هو ما بيشربش أي حاجة خالص، كان بيشرب كحول زمان، لكن لمّا رجعوا يروحوا هُم الاتنين الكنيسة بعد ما رجعوا لبعض، بدأوا يروحوا يزوروا الكنيسة بانتظام وكده، هو بطّل شُرب خالص. وبالتالي فإن إحنا بنتكلم عن شخص عاقل وواعي وكل حاجة. وزي ما قُلت لكم هُم دلوقتي بيدوّروا على جثة. هيروحوا بقى لزمايله من الحرس الجامعي، من الأمن بتاع الجامعة يعني، ويبدأوا يتكلموا معاهم، واللي هيكون ليهم رواية عنه مختلفة شوية عن الصورة اللي إيزابيلا كانت بترسمها. هم هيقولوا إن هو كان ليه عشيقة على إيزابيلا زي ما هي قالت لهم، لكن الغريب إن هو كان بيورّي صور عارية لأصدقائه في الشغل، وبيبدأ يعني زي ما تقولوا إيه، بيتمنظر بإن هو على علاقة بامرأة أخرى وكذا. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن هو كان مولع بصور الجثث، وده كان أمر غريب جدًا. هو إزاي واحد في أمن الجامعة ويظهر الحاجات دي وأنتم ما تاخدوش أي إجراء ولا تروحوا تشتكوا للإدارة ولا أي حاجة؟ المفروض إن ده واقف بيحرس بنات وشباب موجودين في الجامعة، فإزاي شخص بالسوء ده أو بالأخلاق دي يفضل موجود جوّه الحرم الجامعي؟ إيزابيل كمان هتقول لهم حاجة، الحاجة دي إنه كان أحيانًا بياخدها بالعربية بتاعة الحرس الجامعي أو بتاعة أمن الحرس الجامعي، بياخدها ويبدأ يتمشى بيها كده حوالين الحرم الجامعي، وإن هو أكتر من مرّة وراها أماكن، قال لها إن هو عارف الأماكن دي كويس جدًا، عاملة زي غابات وأماكن كثيفة بالأشجار والحاجات اللي زي دي ورا وحوالين الحرم الجامعي. الأماكن دي كلها نائية ما فيهاش صريخ ابن يومين. وده ادى انطباع للشرطة إنه ممكن جدا يكون أخفى الجثمان بتاع كايلي في أي مكان من الأماكن دي، ولذلك هم هيبدأوا البحث فورا. لو تفتكروا أنا قلت لكم إن هو هيبدأ المرحلة الجديدة من العتا، وده لأنه كايلي مش هتكون الضحية الوحيدة في الحكاية دي. تقريبًا هي الوحيدة اللي ماتت في الحكاية دي أو يبدو كده، إلا إنه في ضحايا تانيين في الحكاية. دلوقتي هو أخد المسدس بتاع إيزابيلا بتاع الشرطة يعني، وأخد العربية وطار زي ما قُلت لكم. المفروض إن هو بعد كده هيسيب العربية وهيروح لموقف سيارات. في بنت اسمها أندريا ماي كانت بتشتغل في أحد المحال يعني،
المهم إنها خلّصت الوردية بتاعتها واللي هي 12 ساعة، رجعت على عربيتها وركبتها وقعدت واستريّحت شوية، وبدأت تمسك كده مواقع التواصل الاجتماعي وتقلِّب فيها. بعد كده أخدت لنفسها صورة وقالت إن ده شكلها يعني بعد 12 ساعة من الشغل، هي كانت خلّصت خلاص الوردية بتاعتها اللي هي 12 ساعة. نزّلت بقى الصورة دي على السناب شات، وبعد كده كانت بتقرا أو بترُد على رسالة على الفيسبوك، وفجأة يطلع واحد من جنب الإزاز جنبها ماسك مسدس واللي هو طبعًا عدوان، وهيبدأ إن هو يهددها، وهيخلّيها تدخل على المقعد بتاع السائق، وطبعًا مهددها بالقتل، وهيبدأ يسوق العربية، أو غالبًا كان مخلّيها هي اللي بتسوق العربية بسرعة شديدة جدًا. بعد ساعة كاملة من السواقة السريعة هيبدأ إن هو يربط لها إيديها في العربية ويسوق هو، وهيفضلوا على كده ولمدة ساعات لحد ما هيوصلوا لأحد الفنادق. لما يوصلوا عند الفندق هيهددها ويقول لها: لو فتحتي بقك أو أظهرتي أي شيء فأنا هقوم بقتلك فورا. وهيبدأ كده قدامها إن هو يقول لها: عارفة البنت كذا، أنا قتلت بنت في الحتة الفلانية، ويبدأ يتمنظر بفكرة إن هو قتل كايلي. المهم إن هو هيأمرها إن هما لما ينزلوا قدام الموظف بتاع الفندق إنها تعمل نفسها صديقته، وإن هما يحجزوا غرفة. هي لمّا نزلت فضلت واقفة ساكتة خالص، لمّا الموظف بدأ يتكلم معاه هي بدأت تعيط، لكن الموظف ما خدش باله أبدًا، سلّمهم مفتاح الغرفة وطلعوا على الغرفة. أول ما طلعوا على الغرفة قيّد إيديها في السرير، وبعد كده أجبرها على إنها تاخد منوم. أندريا كل اللي هي كانت خايفة منه إن هو في الوقت ده يكون عايز يعتدي عليها، بالمعنى اللي أنتم فاهمينه طبعًا. شوية وهي بتحاول تقاوم طول الوقت علشان ما تنامش، فالموبايل بتاعها هيرن. هنا هو هيحس بخوف وذعر، هي هتقول له ما تخافش، ده حد من أصدقائها أو حد من عيلتها يعني، وهتفهمه إن هي بتعاني من مرض جنسي والمرض ده معدي، وأعتقد أنتوا فهمتوا قصدي. المهم يعني هتقول له إن هي بتعاني من المرض ده وليها أدوية بتاخدها، فالتليفون ده علشان يذكروها بالأدوية بتاعتها. هو مش هيقرّب منها ومش هيحاول أصلًا يعتدي عليها، لكن كان مجنون ومهووس بفكرة إنه الشرطة دلوقتي هتبعت طيارات هليكوبتر علشان تدوّر عليَّ، بعد كده هيروح واخدها ونازلين. المرة دي لمّا هيركب العربية ويسوق بسرعة هيكتشف إن العربية بتسرّب بنزين، وبالتالي هُم محتاجين عربية تانية، وبالتالي فهو هيدوّر على الضحية اللي بعد كده. لكن خلّيني أقول لكم هنا إن في الوقت ده الشرطة طبعًا كانت طلّعت أمر تفتيش للبيت اللي عايشة فيه إيزابيلا مع أدوين. المهم إن هُم لمّا يروحوا لبيت عيلة لارا هيبدأوا يدوّروا، هيكتشفوا إن في السقيفة هو مخبّي شنطة. لمّا يفتحوا الشنطة دي هيتفاجئوا بشنطة لونها أخضر، وغالبًا هي دي الشنطة بتاعة كايلي سوير، وهيلاقوا كمان البطاقة بتاعتها، وهيلاقوا حجر. الحجر ده صخرة كبيرة كده وكلها عليها دم، وهيلاقوا كمان قطع زي قطع قماش أو حاجة زي كده وبرضه ملطخة بالدم. وده كله كان بيأكد لهم طبعا إن هم دلوقتي بيدوروا فعلا على جثة، وإنها ميتة ميتة لا محالة. ده إلى جانب إن هم هيلاقوا على الصخرة دي وجوه الشنطة خصلات شعر أصفر، واللي بعد كده لما يفحصوها هتطلع إن هي لكايلي سوير، وهيكون سارق كمان تقريبا الموبايل بتاعها وحاجات زي كده. المهم يعني إن هم خلاص بقوا متأكدين من رواية إيزابيلا، متأكدين إن هي ماتت وإن هو قتلها فعلًا، بس من الواضح كده إن هو ما خبطهاش بالعربية، وإنما غالبًا كان مستهدفها. كل ده هيتضح لنا فيما بعد. خلّيني أقول لكم دلوقتي إن هم طبعًا عمموا كل مواصفاته وبقوا بيدوروا عليه. على الجانب الآخر هو كان بيدور على الضحية التانية علشان يقدر يوفر عربية يكمل هروب بيها. دلوقتي هو محتاج العربية، فبدأ إن هو يروح لساحة انتظار، ساحة الانتظار دي لأحد الفنادق اللي موجودة في ويكا كاليفورنيا. المهم إن كان في واحد اسمه جاك ليفي تقريبا. جاك ده كان مصور وكان قاعد هناك بيصور الفراشات وحاجات زي كده، وكان خلاص خلص وماشي. فبيدخل تقريبًا الغرفة بتاعته يعني يجيب حاجات ينقلها العربية، شيء من هذا القبيل. المهم إن هو هياخدها وينزلوا من العربية بتاعتها،
ويدخلوا يهجموا على الراجل في الأوضة، ويبدأوا يوجهوا عليه السلاح ويطلبوا منه أو هو يعني يطلب منه المفاتيح بتاعة العربية بتاعته. لكن جاك مش هيخاف ومش هيدّي له المفاتيح، إنما هيحاول إن هو يقاومه ويبدأ يصرّخ طلبًا للمساعدة. فلمّا هيعمل كده أودوين هيطلق عليه النار في بطنه، وبالتالي التاني هيُقع. بعد كده هياخدها ويهربوا من غير ما ياخدوا المفاتيح. هيجروا بقى ويهربوا جريًا على الأقدام يعني، لحد ما هيوصلوا لبنزينة. البنزينة دي هيقفوا يبصوا فيها، وهيبدأ إن هو يستهدف أسرة موجودة جوه عربية. كان عبارة عن شاب عنده 19 سنة وأخوه اللي أصغر منه وجدته. هيجي بالمسدس ويهدده ويخليها تركب برضه، وهو مهددها إن هو لو عملت أي حركة هيطلق عليها النار. وبعد كده هيخلي الشاب ده يتاخر وهيركب، أو هيركب ويهدد الشاب ده. المهم إن هو بعد 15 دقيقة هيوقّف العربية، ينزّل الأسرة دي ويفضل محتفظ برضه بأندريا معاه. لكن المرّة دي هيبدأ العته أكتر. وخلّيني أقول لكم إن هو لمّا كان راكب مع الأسرة، كان قاعد يسألهم أسئلة غريبة جدًا، زي مثلًا هل كان مرّة من المرّات حد فيكم جاله هاجس إن هو عايز يقتل حد، أو كان بتراوده فكرة القتل وحاجات زي كده. وبدأ كمان يكلمهم عن إن هو متهم في جريمة قتل في أوريجون وكده. بعد ال15 دقيقة نزّلهم وفضلت أندريا. هيبدأ بعد كده إن هو ياخد الموبايل ويبدأ يصور فيديو، على أساس إن هو هيطلب منها تنزّل الفيديو ده على الفيسبوك، أو يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. بصوا الشرطة في لقاءات وكده كانوا بيقولوا إن هو في الفيديو ده بيحاول يتفاخر باللي هو عمله ومبسوط من اللي هو عمله. أنا الحقيقة ما شُفتش كده خالص. أنا اللي شُفته كالتالي، إن هو واحد خايف وقلقان وبيحاول يبرر موقفه، وإن كل ده من أثر التوتر اللي هو حاسس بيه جواه، أو الندم اللي هو حاسس بيه. ده اللي أنا شُفته، ما أعرفش أنتم ممكن تشوفوا كده والّا لأ، وهاحاول أحط لكم مقاطع منه. المهم يعني إن هو هيبدأ يسجّل فيديو. فحوى الفيديو ده أو الملخص بتاعه يعني إن هو بيعتذر لكل الناس، وبيعتذر عن البنت اللي هو تسبب في قتلها، وإن هو ما كانش مخطط لده، وإن ده حصل بالخطأ، وإن هي اللي قعدت تصرخ، وبالتالي اضطر إن هو يسكتها للأبد. وهيبدأ إن هو يقول أنا باعتذر لوالدها، باعتذر لوالدتها، وباعتذر للجميع. وهيبدأ يقول إن أندريا يوجه الكاميرا ناحيتها ويقول إن أندريا سليمة وما فيهاش أي حاجة خالص، وإنها قريب جدًا هترجع لجدتها وعيلتها ولصديقها كمان. وهيقول إنه لو أنتم بتفكروا إنه أنا يعني اعتديت عليها أو شيء من هذا القبيل، فأنا مش من نوع الرجالة اللي ممكن يعمل كده، وإنها قريب جدًا هتكون في البيت، وهتكون بخير وهي بخير وكذا. لكن إلا بقى لو الشرطة أطلقت علينا النار، فده مش هيكون خطأي. المهم يعني وهيفضل يعتذر ويعيد الكلام ويقول إن أندريا بخير. وطبعًا هو كده أصلًا حَط أندريا في مأزق كبير جدًا، هاتكلم عنه معاكم كمان شوية. I'm sorry for everything that I caused. Okay, and you'll see her pretty soon. Okay, tell the cops that not to shoot us. المهم إن هو هيسجل الفيديو ده ويطلب من أندريا إن هي تنزّله على الفيسبوك. فطبعًا هي كانت مُحرَجة جدًا وخايفة ومش عارفة تعمل إيه في الوضع اللي هي فيه. ففعلًا هترفع الفيديو، لكن هتغيّر الخصوصية وتخلّيها إن ما حدّش يشوفه خالص. وبعد كده هياخد الموبايل هيكلّم زوجته. وعلى كلام أندريا فيما بعد إن هو كان بيتكلّم هو وزوجته باللغة الأسبانية، وغالبًا إن إيزابيلا كانت بتقنعه إن هو يسلِّم. بعد كده هيكلم الطوارئ. كان سايق بسرعة شديدة جدًا. المهم إن هو الموظفة اللي هترُد عليه هيقول لها 1، 2، 3 بقى، يقول لها أنا فلان الفلاني، أنا بتدوّروا عليَّ، جريمة قتل ومش جريمة قتل والكلام ده، وإن أنا عايز أسلِّم نفسي بس هُم ما يطلقوش عليَّ وبتاع، وإن هو هيسلِّم نفسه لمّا يوصل لreading. فهي هتقول له إن هو يهدّي ويُقف على الطريق دلوقتي، وإن في ضباط شرطة جايين وراه وينزل ويسلِّم نفسه. لكن هو هيقول لها لأ، إن هو عايز يسلِّم نَفْسه لمّا يوصل لreading. واللي فهمته من الكلام يعني إن هو خايف إنه لو وقف في مكان فاضي وكده رجال الشرطة يطلقوا عليه، عايز يبقى في مكان أمان. هو واخد دلوقتي أندريا كدرع بشري، هناك هيبقى في أكتر من درع بشري، فيتطمن إن الشرطة ما تضربش عليه. المهم يعني
موظفة الطوارئ هتبدأ تقول له إيه الفرق ما بين إنك تسلِّم نَفْسك هنا أو تسلِّم نَفْسك في reading. هيقول لها إن هو ما معناه يعني خايف إن هم يطلقوا عليه، فهتقول له ما حدش هيطلق عليك، بس المهم إنك تنزل من العربية ترجع بضهرك، يعني رجال الشرطة وراه، ينزل من العربية ما يلفّش، يرجع بضهره لورا ورافع إيده لفوق. المهم إن هو في النهاية هيخضع للي هي بتقوله بعد مقاوحة كتير ورغي كتير في التليفون يعني. المهم هينزل وهيبدأ يرفع إيديه ويرجع بضهره لورا، وكان سايب الموبايل لأندريا يعني بتكلم الموظفة، وأندريا كانت بتنقل لها الصورة. لحد دلوقتي المفروض إن هو روّع الناس وضرب الراجل اللي اسمه جاك وكذا تحت تهديد السلاح بمعاونة أندريا. هم لسه دلوقتي بالنسبة لهم أندريا شخص متهم، لإن هي الوحيدة اللي احتفظ بيها طول فترة هروبه. المهم إن هو نزل ورجع بضهره زي ما قالت له، طلبوا منه إن هو ينزل على الأرض، حطوا الكلبشات في إيديه وخدوه على عربية الشرطة. طبعًا أندريا عمّالة بتنقل كل الخطوات دي للموظفة، فالموظفة هتطلب منها هي كمان تنزل بضهرها رافعة إيديها لفوق وتكرر نفس اللي حصل معاه، وهيقبضوا عليها هي كمان وياخدوهم على اسم الشرطة، وبعد كده هيبدأ التحقيق معاه. خلّيني أقول لكم إن الضرر الجسيم اللي وقع على أندريا هو كالتالي: مبدئيًا كل الناس كانوا فاكرين إنها مثلًا عشيقته أو صديقته أو كده، وإن هي هربانة معاه، وإن هُم الاتنين بيروّعوا الناس، لإنه طبعًا عملوا ذُعر في ولايتين. طبعًا بعد كده الشرطة قالت يعني إن هي بريئة وإن هي تم اختطافها، بس تخيّلوا الضرر الجسيم اللي وقع عليها هي نفسيًا، والذُعر والترويع اللي كانت فيه من ناحية، ثانيًا شكلها قدّام الناس والصُحُف، وخاصةً إن فضل يطلع إشاعات بعد كده. على أي حال يعني إنه هيتم بعد كده التحقيق معاه، واللي هيستمر لمدة 6 ساعات. في البداية هيبدأ يحكي لهم الرواية اللي هو حكاها لإيزابيلا مراته، إن هو كان خارجة يقول لهم كنت خارج من الشغل سايق بسرعة جدًا ومستعجل وكده، وكنت مُجهد بعد shift يعني بتاعي وكده، وأنا بالِف هي كانت طالعة وكانت في حالة سُكر. الكلام طبعًا على كايلي. فالمهم إن هو خبطها، فلمّا خبطها قال زمانها ماتت يعني لإن هو كان سايق سريع، فنزل علشان يشوفها، لقاها عايشة وماسكة الموبايل بتاعها وبدأت إنها تصرّخ بصوت عالي، فما كانش عارف يعمل إيه، فمن الخوف ومن الخضة بَص حواليه فلقى الحجر فضربها بيه والكلام ده. وطبعًا الرواية دي كانت غير حقيقية بالمرّة. المهم إن هُم هيحاولوا يتكلموا معاه ويقولوا له مش مهم اللي حصل، وإنه هي خلاص مش هترجع تاني، لكن إحنا محتاجين منّك إنّك تقول لنا المكان بتاعها علشان حتى نعمل نوع من السلام لأهلها، وإن كل اللي يهمنا دلوقتي هو أهلها وما أعرفش إيه. المهم إن هو فعلًا هيجيبوا الخريطة وهيبدأ يحدد لهم بالضبط المكان اللي هو حَط فيه كايلي سوير، دي حاجة. وطبعًا كده خلاص هُم بقوا عارفين إن هُم يطلّعوها جثمان لا شك في الكلام ده. من الناحية التانية هُم محتاجين منّه بقى الرواية الحقيقية والاعتراف الحقيقي. هو كان عمّال يراوغ ويروح وييجي، فقرروا إن هُم بما إنه كان يعني مواظب على الكنيسة، بطّل الشرب عشان وجوده في الكنيسة والكلام ده، إن هُم يجيبوا له قِس من الكنيسة ويبدأ يتكلم معاه. وفعلًا ده اللي هيحصل، وهيجيبوا له القِس، وهيبدأ يدّي له كده زي اعتراف الأول مش اعتراف بتاع الشرطة. بُصّوا، أنا آسفة ل ل ل لرفاقنا وإخواتنا المسيحيين يعني، بس أنا مش فاهمة كويس، بس هو تقريبًا جاب له كلام هو بيعترف فيه، وإن هو هيرجع مرّة تانية تقريبًا لقلب الرب وحاجات زي كده. المهم يعني خلّاه يقرا الكلام اللي هو كاتبه، فالتاني انهار من العياط وفضل يعيّط، وبعد كده فعلًا هيدّيهم الاعتراف اللي هم عايزينه، بس هيفضل مُصِر على إن هي كان حادث خطأ، وإن هو ما قتلهاش عمد ولا أي حاجة خالص. This, but I know for a fact that you loved your daughter. I read something that you were desperately looking for her, and that touched the little heart I have within me. I say a little heart, a little bit, because a man like me don't have a heart. Please forgive me, Spirit. Please forgive me, and please ask your wife to forgive me too. I fail you. I fail my community. I fail everyone, including my family. بعد ما خلّص عياط هيبدأ يقول لهم رواية مختلفة،
هي مش الرواية الحقيقية كاملةً، لكن الرواية دي جزء كبير جدًا منها صحيح. وهو إنه من وهو صغير وعلى مدار مراحل كتير جدًا من حياته، كانت دايمًا بتراوده فكرة القتل، وإن هو نِفْسه يقتل شخصٍ ما، وده كان بيتوافق تمامًا مع اللي هم لقوه في البيت بتاع الزوجية بتاعه هو وإيزابيلا، لمّا راحوا لقوا إن هو في السقيفة حاطط زي لوحة كده، اللوحة دي عاملها كإنها ملطخة بالدماء، وحاطط عليها صورة القاتل المتسلسل بتاع السكك الحديدية. الراجل ده كان ليه حوالي تقريبًا 15 ضحية أو حاجة زي كده في التسعينات، والراجل ده كان بيتنطط على السكك الحديد يعني في السكك الحديد على القطارات، وبيبدأ إن هو يجيب الضحايا وأقرب حاجة لإيده يروح ضاربهم بيها، واللي أغلبها بيكون حجر، وهو قتل كايلي عن طريق حجر، وبالتالي ده كان مديهم صورة عن إن الشخص ده مهووس بالقتل ومهووس بالقتلة المتسلسلين. المهم إن هو هيبدأ يقول للقسيس وطبعًا المحققين يعني، إن هو على مدار فترات كتيرة من حياته كانت بتراوده فكرة القتل وإن هو عايز يقتل حد وكذا، فلمّا خبطها بالعربية ونزل وهي بدأت تصرخ راودته فكرة القتل دي، فبدأ إن هو يطبق على رقبتها يعني لحد ما فقدت الوعي. بعد كده خدها على المكان اللي هو وصفه لهم على الخريطة على جانب الطريق، وبدأ إن هو يضربها بالحجر ده لحد ما فرقت الحياة، بعد كده رماها في الحفرة اللي رماها فيها دي، نضّف نفسه ورجع على بيته وكأن شيئًا لم يكن، لحد تاني يوم لمّا اعترف لإيزابيلا، ثم بقى كل الحاجات اللي أنا حكيتها لكم دي، واعترف إن هو فعلًا قتلها بس قتل غير عمد، وراح ماضي على الكلام ده. الشرطة فعلًا هتروح على المكان اللي هو قال عليه، وللأسف الشديد هيلاقوا فعلًا الجثمان بتاع كايلي على جانب الطريق السريع. وهيلاقوا إنه الجثمان كان في حالة سيئة جدًا، كان منتفخ وبدأ في التحلل، وكان المشهد مروع جدًا وخاصةً إن هو كان ضاربها يعني بالحجر وكده. فهيبدأوا إن هم ينصحوا أهلها إنهم لمّا تروح للتشريح يعني، إن هم ما يدخلوش ولا يبصوا عليها ولا أي حاجة خالص، لإن ده هيأذيهم نفسيًا جدًا. هيعملوا الفحوصات اللازمة علشان يتأكدوا إن هي، وفعلًا هتطلع كايلي. وسبب الموت هو الضرب بأداة حادة. إحنا قُلنا إن هو فعلًا يعني ضغط على رقبتها ولمّا فقدت الوعي ضربها بالحجر ده، ده متوافق باللي هو قال عليه، وبالتالي فإن سلاح الجريمة هو الحجر وسبب الوفاة هو الضربة القوية أو الصدمة القوية اللي كانت موجودة على الراس. الشرطة كمان في الوقت ده هتلاقي العربية بتاعة أودوين واللي هو كان أخدها لمّا سرق السلاح يعني خد العربية وطار، المهم إن هو سابها. هيلاقوا جوّه العربية دي ملاحظات، الملاحظة الأولى واللي هيلاقوها واللي أُدوِن فيها كان واصف المكان اللي تم فيه القتل، أمّا الملاحظة التانية فكانت إن هو آسف لوالدها ووالدتها وآسف إن هو قتلها وإن هو كان عايز يسكّتها للأبد لإنها كانت بتصرّخ وكلام من. أمّا الملاحظة التالتة والأخيرة فكان كاتب فيها اعتذار لإيزابيلا زوجته وبيقول لها إن هو هيفضل يحبها وإلى الأبد. المهم إن هو دلوقتي خلاص كل الأدلة في إيديهم، وهو مُعترف، وكل اللي باقي إن هو يتقدّم للمحاكمة. خلّيني قبل ما أقول لكم المحاكمة حصل فيها إيه أو بمعنى أصح الحكم عليه كان بإيه، خلّيني أقول لكم الرواية الحقيقية واللي حصل كُلّه، واللي أعتقد إن هو اعترف فيها كمان فيما بعد. الحكاية حصلت بإن هي اتخانقت زي ما حصل وقُلنا في بداية الحكاية، اتخانقت مع صديقها وقررت إنها تمشي سيرًا على الأقدام لبيت صاحبتها، بما إنه يعني الشارع آمن وفي أمن بتوع الجامعة والكلام ده، فهي ما كانتش قلقانة. هو كان راكب عربية، ولسوء حظها إن العربية اللي كان راكبها في اليوم ده كانت شبه عربيات الشرطة جدًا، وحتى فيها الحديد والقفص ده اللي بيبقى موجود من جوّه. لسبب أو لآخر أو هو عرض عليها يوصّلها أو إيه ما تعرفوش، هي طبعًا كانت في حالة سُكر فما نعرفش بالضبط إيه السبب اللي خلّاها تركب معاه العربية، وده كان أكبر غلط عملته في حياتها اللي انتهت في الليلة دي. المهم يعني إن هي ركبت معاه العربية، بعد لمّا ركبت العربية طلب منها فلوس، فهي رفضت وقاومته وحاولت تنزل من العربية، لكن العربية فيها قفص زي ما قُلت لكم زي بتاعة الشرطة، فهو كان محتجزها جوّه وما قدرتش إنها تنزل. فجأة
فاجئها وبدأ إن هو يخنقها لحد ما فقدت الوعي، أخد شنطتها وكل متعلقاتها، لمّا وصلوا للمكان اللي هو قتلها فيه نزّلها وللرغبة الملحة جواه إن هو نِفْسه يقتل حد أو عاوز يقتل حد، جاب فعلًا أو التقط الحجر اللي هم لقوه وبدأ إن هو يضربها بيه لحد ما ماتت، رماها في الخندق، نضّف نَفْسه وروّح على البيت، وهي دي الرواية الحقيقية اللي حصلت. خلّيني أقول لكم إن محاكمته بدأت في يناير 2008 وهي نفس السنة اللي هيتم الحكم عليه فيها بإن هو مذنب بجريمة القتل العمد من الدرجة الأولى وكمان السرقة، واللي هيكون الحكم فيهم السجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط. أما في سنة 2019 فهيتم الحكم عليه مرة تانية في الجريمة بتاعة الاختطاف، سواء بالنسبة لإيزابيلا والأضرار اللي ألحقها بيها أو بالعيلة التانية أو حتى بجاك اللي أطلق عليه النار. المهم يعني إن التهم دي كمان هياخد فيهم حكم تاني، والحكم ده برضه هيكون حكم تاني بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط، وبالتالي فإن هو واخد حكمين بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط، يعني عمره ما هيشوف النور تاني. دي حاجة. الحاجة التانية إن هو طبعًا قبل الحكم وكده المفروض إن هو هيقدّم كلمة لأهل الضحية، فهيبدأ إن هو يغمض عينيه ويعيط ويدعي ربنا إن هو يمسح الألم اللي هو سبّبه من قلوب كل المحبين كايلي وكده، وهيفضل يدعي شوية وبتاع، وهيكون ندمان جدًا ومنهار في البكا. وبكده تكون خلصت الحكاية المؤلمة بتاعة النهاردة، اللي كانت ضحيتها بنت ناجحة جدًا في ريعان شبابها، وإن سبب القتل ما هو إلا مجرد إنه عايز يسرقها ورغبة ملحة جواه طول الوقت إن هو يقتل أي شخص ما. فأعتقد يعني إنه لو كان صارح أي حد في يوم من الأيام بالحكاية دي أو كان عرض نفسه على طبيب نفسي وكان بدل ما يقعد يقاوم الحكاية دي طول السنين دي كان راح لدكتور، يمكن كل ده ما كانش حصل وما كانتش حصلت النهاية المأساوية دي. ولذلك هارجع زي كل مرة للنصيحة اللي دايمًا باقولها، لمّا تحس إن في حاجة غريبة أو في حاجة غلط أو كده محتاج تراجع طبيب، راجع طبيب، زي ما أجسامنا بتتعب عقولنا ونفسياتنا بتتعب، وبالتالي فإنه ممكن جدًا تكون محتاج لطبيب، بدل ما الموضوع يتفاقم وينتهي بكارثة زي كارثة النهارده اللي راحت ضحيتها بنت زي ما قُلت لكم في ريعان الشباب وكانت طالبة في طب أسنان ناجحة جدًا، وحياتها كمان الاجتماعية، حياتها العاطفية، كلّها في حالة من النجاح. وبكده تكون خلصت حكاية النهارده. أتمنى إن سردي يكون عجبكم، لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو شيّرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم أكون شاكرة ليكم جدًا. كانت معكم مرمر المصري، إلى اللقاء.